هعمل معاكم النهارده شاورما مصري بتتبيله خطيره وبسيطه جدا وبتدينا نفس الطعم بتاع بره. معايا بقى من كل التوابل معلقه صغيره من بصل البودر، الثوم البودر، بابريكا، شطه، فلفل اسود، ومعايا بقى معلقتين من السماق، ده بس اللي بنحط منه زياده شويه. وبنزل بقى بنص فنجان من الخل الابيض العادي، وربع فنجان من الصويا صوص الفاتح. طبعا دي مقادير كيلو من اللحمه. هنقلب بقى التوابل دي كده كويس جدا مع بعض، وما ننسيش طبعا نظبط الملح بتاعنا. ومعايا بقى هنا اهم حاجه قطعيه اللحمه. انا بحب القطعيه هنا تكون ما بتاخدش سوا خالص، فاخترت وش الفخده اللي احنا بنعمل منه بوفتيك. خليت الجزار يقطعه لي بوفتيك عادي، بس ما خليتهوش يدقه. وبعد كده بقى قطعته شرايح بالطول بالشكل ده كده. وكمان ممكن عرق الفليتو برضو بيبقى خطير، ما بياخدش وقت خالص في التسويه. ممكن برضو نقطعه شاورما كده وننزله برضو في نفس التتبيله. ومعايا بقى مكون اساسي ما ينفعش نستغنى عنه خالص، اللية. ده 100 جرام من اللية، او معايا كمان مع اللية قطعه من الدهن، قطعتهم صغير خالص كده او شرايح رفيعه، وبنزلها بقى على اللحمه. ممكن طبعا لو اللية عندنا ممكن نحطها في الفريزر، وبعد كده بنخرجها بنبشرها بالمبشره كده، بتبقى مش باينه خالص جوه اللحمه. بنقلب بقى كده التتبيله كويس جدا، واتاكد ان اللحمه اتشربت من التتبيله كويس قوي من كل حته فيها. وبعد كده بقى بحطهم في بوله وبغطي عليهم وبدخلهم التلاجة لمده 4 ساعات مش اقل من كده. وطبعا كل ما بنسيبها في التتبيله بتبقى افضل طبعا بكتير، والسوا بتاعها بيبقى مظبوط اكتر. وعلشان السوا يطلع معايا مظبوط محتاجه بقى طاسه تكون واسعه كده. هنزل بقى بنص فنجان من الزيت، وقطعه من الزبده او قطعه من السمنه البلدي. واول ما تبقى سخنه كويس جدا هبتدي بقى ان انا انزل كده بقى اللحمه. انا مش هنزلها فوق بعض، لا هنزلها جنب بعض بالشكل ده كده، عشان خاطر تاخد صدمه وتقفل على كل السوائل اللي جواها وما تفقدهاش وما تنشفش معايا. احنا عايزينها كده تبقى محتفظه كده بالطراوه بتاعتها. نزلت بقى كل الكميه، وبعد ما خدت لون بالشكل ده هبتدي ان انا اقلبها علشان اتاكد ان هي استوت من كل اتجاه. وبعد ما خلاص اتاكد انها استوت بالشكل ده كده، ابتدي بقى انا اضيف الاضافات. ما ينفعش ان انا اضيف اي اضافه قبل ما تستوي اللحمه. اول حاجه هضيفها البصل. معايا بصلتين كده قطعتهم شرايح رفيعه خالص كده، ونزلت بقى على الشاورما وهقلبهم بالظبط تقريبا كده لمده 30 ثانيه مش اكتر من كده. انا حابه ان انا احتفظ بقرمشه البصل معايا. بعد كده بضيف بقى تاني اضافه الفلفل الالوان. وفي ناس هنا اختلفت معايا كتير ان الشاورما المصري مش بيتحط عليها اضافه الفلفل، بس يا جماعه دي اضافه، اللي حابب يضيفها يضيفها، اللي مش حابب مش مشكله براحته خالص. بس انا بحب شكل الفلفل الالوان على الاكل عموما يعني. نزلت الفلفل وبرده مش هقلبه كتير، هي دوبك برده 30 ثانيه بالظبط. انا حابه ان انا احتفظ بكل الخضار بقرمشته كده البسيطه كده، يبقى طعمه خطير جوه اللحمه. وبعد كده بقى اخر حاجه بعد ما بطفي على النار خالص، بنزل بقى بطماطمايه واحده بس كده، بشيل منها البذر والميه وبقطعها صغير خالص وبضيفها. وبعد كده بضيف بقى البقدونس. يا ريت ما نستغناش بقى عن اضافه البقدونس، لانها بجد بتنقل الاكله لمكان تاني خالص والطعم مميز جدا. كده خلاص الشاورما جاهزه معايا. ومعايا بقى الكايزر العادي الهش من جوه الخفيف خالص ده. طبعا الشاورما ما تنفعش من غيره، بجد طعمه خطير. جربوا بقى طريقة الشاورما وقولوا لي ايه رأيكم، وبألف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.